هذا البيف بالذات اللي كنت حابه انا يسرى، وهو بين زوج اساطير في الراب، واحد جزائري والثاني مغربي، وهما ديزي دروس وديدين كلاش. السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. راديكالي معكم هاي باينه، جيناكم فيديو جديد، وفي هذا الفيديو صح جبناكم من جديد. اصبر قبل ما نحكوا على ديدين وديزي دروس راح نحكوا على خونا التي. التي طلق حبه يا خوتي، اللي ما سمعهاش راهو مراطي نتاع الصح. هبط البرومي كومونتير يا شريكي، تلقى الرابط نتاع الاغنيه نتاعو. لازم نتوما تحكموا من الاخر، اسمعوا واعطيلو رايك، يعني على 10. وعلى بالي بلي اغلبيتكم راح تعطولو 10 باسكو الخدمه نتاعو تستحق يا خوتي. اروحوا نتلاقاو عنده باش ما نطولوش عليكم، نبداو الفيديو نتاعنا. راح نرجعوا بيكم 3 سنين للور، بعد ما ديدين طلق مجموعه من الاغاني اللي كانت بعنوان كوديين ودو. خرج رابور مغربي اللي كان اسمه ديزي دروس بأغنية اللي كانت بعنوان إير ماكس، وفي هذه الأغنية شر فيها على كوديين. شري ما كاينش كودين، دراري فوندين كيشربوا غا الكاس، دراري ضاربي إير ماكس، دراري ضاربي إير ماكس. موراها ديدين خرج بكلاش اللي كان بعنوان لوكاتوني، واللي رد فيه على ديزي دروس. ومن الكوفر تاع الأغنية تعرف باللي الضحية في هذه الأغنية هو ديزي دروس. بنت نار على عرش حبوا يورتوني، ماشي بنزين نار لي ولاد الكلب انا يشروني. نزيدو نرجعو يا ليكيب بعام للور، نرجعو نهار البيف بين الراب الجزائري والراب المغربي. ديزي دروس دخل روطان للبيف، يعني البيف كان خلاص باش هو دخل بالكلاش تاعو، وهذه الحاجة اللي ما خلات حتى رابور يريبوندي عليه. ودرك نحكو حاليا واش كاين بيناتهم. ديدين كلاش طلق اغنية اللي كانت بعنوان مافيا، وفي هذه الاغنية بالذات كلاشا فيها ديزي دروس. يا مافيا ديزي عروسة جارية، خصك غير الكاوية، انت واش رانك نيك بلانك يزي الاسبني. شفت بعض العباد يا خوتي خرجوا وبداو يقولوا بلي ديدين حاب يركب موجة ديزي دروس، لانه ديزي دروس طلق اغنية اللي كانت بعنوان مالاشران، ودارت ضجة كبيرة ونجاح كبير. ماشي باش كنقول لها تسيبر وابا مسابقين على التوندونس. اوكي يا ليكيب، درك لحد الان كلش راهو باين. خلوني نوضح واحد النقاط برك. اغنية مع العشرين نتاع ديزي دروس هي صح دارت نجاح كبير، مي ماشي لدرجه وين توصلوا تقولوا بلي ديدين حاب يركب موجة ديزي دروس. نروح نشوفوا برك يا خوتي اغنيه تسلا نتاع ديدين، راهي اكثر من 80 مليون مشاهده، بلا ما نحكوا على جلوك يا خوتي اللي راهي اكثر من 140 مليون مشاهده. يعني ديدين انجازاته راهي ما زالت متواصله، وكل يوم يحطم ارقام قياسيه. يعني ديدين ما عندوش علاش يركب موجة ديزي دروس، باسكو الارقام اللي راه قايسهم ديدين خوتي يعني اكثر من ديزي دروس بالبزاف. وانا خوتي راني محايد يا ليكيب، وحبيت برك نوضح هذه النقطة ونرد على واحد الفيديو شفته. السؤال اللي راهو يدور في بالي وفي بالكم، ديزي دروس راح يريبوندي على ديدين ولا لا؟ كاين ايه ولا لا؟ اذا ديزي دروس ريبوندا باينه راح يطول يا خوتي، لانه الاغنيه نتاعو مع العشرين مازالها راهي تزيد الدور، ومازالها تزيد تقيس له مليح ومليح، يعني يخلي الاضواء عليها احسن، وهذه حاجه انا شخصيا نوافقه فيها. واذا ديزي دروس خير الاختيار الثاني هو انه ما يريبونديش ويتخبى مور عذر انه تاع انا راني داير ضجه وارقام قياسيه، يعني انا مستوى هارب، فهنا نقول له راك غلط يا شريكي، انه مام ديدين راهو قايس ارقام قياسيه كبار، وبالك ديزي دروس كامل مازال ما وصلش ليهم. يعني مع كل احتراماتي اذا ما ريبوندالوش يعني ما راهوش قادر على البيف، وراهو خايف من التالي. هذا هو التحليل نتاعنا تاع اليوم، وهكذا نكونوا لحقنا لافان تاع الفيديو. نتمنى الفيديو هذا يكون عجبكم، واذا عندك اخي العزيز كاش استفسار ولا كاش عفسه حاب تفهمنا فيها، كاش عفسه احنا نسيناها، الانستغرام تاعي توجور نخليه لكم في صندوق الوصف، ولا اكتب راديكالي اوفيسيال. ارواح نقصروا لها ثماك اخي العزيز، وما تنساوش ديروا لنا جيم وتبارطاجوا لنا الفيديو اذا عجبكم. كان معكم راديكالي، تهلاونا بزاف في رواحكم.